عارف ليه أغلب الناس اللي بتدخل استثمار لأول مرة بتخسر؟ المشكلة مش في السوق اللي هم دخلوه ولا المشكلة في التوقيت، لأن هم بيعملوا نفس الغلطات. أول غلطة تتلخص في كلمة الاستعجال. داخل أنت مستني مكسب سريع، فلما المكسب يتأخر عليك تاخد قرار غلط وتخسر نفسك. تاني غلطة التقليد. تدخل عشان في ناس تانية قالت لك الله دي فرصة، وتدخل أنت بقى من غير ما تفهم ليه ولا إزاي. تالت غلطة هي الخوف ده بقى مشكلة كبيرة جدا. أول ما تلاقي سنة هبوط تروح تبيع الحاجة اللي معاك. وأنا هنا مش بتكلم على الأسهم، أنا بتكلم عامة على أي أصل استثماري حضرتك بتشتغل فيه. الاستثمار يا صديقي مش عايزك ذكي، الاستثمار عايزك هادي. وفي جملة كده بقولها في الورك شوبس بتاعتي، إن أنت اوعى تدخل أي عاطفة في قرارك الاستثماري. العاطفة المتمثلة في الخوف والطمع دايما هتخسرك، حتى لو أنت عندك الخبرة والمعرفة. فمن الآخر كده شيل أي عواطف بره موضوع الاستثمار ده عشان تعرف تكسب كده وأنت هادي وبس كده.